السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله اليوم وصفتنا راح تكون شاورما الدجاج اللي متبلة شاورمة المطاعم، كلش طيبة وأتمنى تجربونها. ومالتها المقادير الدجاج صدر دجاج يعني مسحب ما بيه عظم، والتتبيلة اللي راح تكون هي البهارات هسه اللي راح إن شاء الله أقول لكم بيها، يعني ما راح تكلفك غير بس هذولي إن شاء الله تكون موجودة ومتوفرة عندك. 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطة، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، عصير ليمونة ونص، يعني ليمونة كاملة والنص نصف من عندها، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقتين كبيرتين من اللبن، ملعقتين كبيرتين من بابريكا، ملعقتين كبيرة من الخل التفاح أو الخل الأبيض، زنجبيل يا اما عندك من هذا المتوفر بالسوق هسه فريش، يا اما اذا ما متوفر فتقدرين يعني تستعيضين عنه بملعقه كبيره من الزنجبيل المطحون، ملعقه صغيره كزبره مطحونه، نصف ملعقه جوز الطيب، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه صغيره من الهيل، وملعقه صغيره من الزعتر المجفف، ملعقه صغيره من القرفه اللي هو يعني الدارسين، وعندنا هنا 8 حبات من الثوم. هذه كل هالمواد اني راح اخليها بمحضرة الطعام واتبل بها اللحم. اشوفكم بالخطوة الثانية. نسمي بسم الله، نضيف المواد كلها، محضر الطعام، او اذا عندك خلاط او هراسة. الملعقة مالت الملح كبيرة يعني أنا أخذتها، والملح حسب الرغبة يعني، لا تريدون تكثرون أو تقللون. هذا المواد بعد ما خلطتها راح أبدي بتتبيل الدجاج. ملاحظة بس على اللحم، احنا قلنا بس صدر ناخذ أو لحم مسحوب يعني ما بيه العظم، راح يكون بهاي الرقة يعني سمكها، مو تكون يعني سميكة هالشكل. راح أبدي هسه بتتبيلها، وهذا شكلها. وللأمانة نسيت ما قلت ملعقتين كبيرة مال دبس الرمان وبرشة ليمونة، هذه المواد كنت ناسيتهن يعني على الكاونتر، هسه ضفتهن. وراح نجيب كاسة شوية تكون أكبر، آخذ اللحم أضيفه بهاي الكاسة، بسم الله. أبدي هسه بخلط المواد والدجاج. وأنا أكون محضرة على جهة، محضرة على جهة صينية ضايفة لها أو مغلفة بالنايلون وهذا الورق مال الزبدة، حتى أبدأ هسه بتصفيط لحم الدجاج بعد ما تبلته قطعة قطعة، بسم الله. حتى ما ياخذ من عندي وقت للفيديو
أكمل تصفية اللحم وأشوفكم. وهذا شكلها بعد ما كملنا تصفية وترتيب اللحم. راح أبدي بغلقها. لازم تنغلق بصورة جيدة حتى هسه كيس النايلون لازم تنضاف بصورة جيدة بالشكل. وراح أجيب كيس ثاني. هذا شكلها، شوفوا هالشكل لازم تنضاف حتى أقدر أحتفظ بيها بالمجمدة على الأقل 3 ساعات 4 ساعات، حتى أقدر أطلع يعني عند الحاجة أقطع من عندها. لازم تكون جامدة، يعني تخلينها بالمجمدة لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات قبل ما تبدين يعني تخلينها على النار. هذا هو شكلها، وراح أبدأ أحتفظ بيها بالمجمدة هسه. ورجعت لكم حبايبي بعد ما جمدت. هاي التغليف مالتها 4 ساعات أنا خليتها بالفريزر مجمدة يعني. هاي تبدين تقطعين بيها. بسم الله. حسب الحاجة اللي ترديها، يعني مو شرط اللي تقطعيها كلها. كل ما أحتاج من عندها أقطع وأغلفها وأرجعها للمجمدة. هسه راح أخذها على النار وأحمس هذا اللحم اللي قطعته المتبل. هسه راح نبدي أخليها على النار قليل من الزيت وأضيف الشرائح. حتى أحرك من كل الجهات. الله شلون ريحة. إن شاء الله تعجبكم اليوم هاي الوصفة وتفيدكم. وقت ما واحد يحتاجها يطلعها من المجمدة وياخذ اللي يحتاجه من عندها ويرجعها، أحسن ما الوصفة أسويها شوية شوية. هذه كاملة عندي. وهذا شكلها ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهت. هسه راح أسوي منها صاجيات بالصمون اللي أنا سويته، الصمون الشامي، وأشوفكم شكلها إن شاء الله. وألف عافية علينا وعليكم. وهاي وصلنا لكبسة إن شاء الله صاجيات. هاي بقت بكيفكم إذا تردون تسوونها تكبسوها أو ما تكبسوها. هاي بقت حسب ذوقكم حتى تصير شوية بها تقسب وشكلها يصير بعد أحلى. وهذا الخبز الشامي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه والإعجاب بالفيديو.
حتى يصلكم كل ما هو جديد.